والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني. فيديو النهارده اتمنى من كل اخ واخت بيتفرجوا عليا جديد ينزلوا بسرعه يشتركوا في القناه ويحطوا لي اللايك اللي لسه ما حطليش اللايك. طبعا يا جماعه بقى كده هو روتين خفيف جدا، بس والله العظيم روتين حلو، فياريت تكملوا معايا الفيديو الاخر. طبعا يا جماعه الروتين دوت كان باين يعني على ما انا فاكره كان تاني يوم العيد او يوم العيد اصلا يعني كمان. فالمهم كده هوت هعدل بس السرير واسوي الفرشة وهطلع الفرشة كده بس على الشباك وهكنس وهمسح وهروق بس الأوضة كده على خفيف، لان انا اصلا كنت منضفاها تنظيفة حلوة يوم الوقفة او قبل يوم الوقفة بيوم. وطبعا بقى هنا اهو زي ما انتوا شايفين هطلع كل حاجة كده بقى على الشباك وهنفض بقى السرير كده كل حاجة نظيفة، فعشان كده انا ما شلتش اي حاجة. طبعا بقى يا جماعة من ساعة الروتين اللي انا كنت عاملاه معاكم اللي هو الروتين قبل يوم الوقفة، يوم ما انا كنت بفرش معاكم وكده وشلت الفرشة بتاعة الارضية وكل حاجة لسه زي ما هي. وبصراحة يعني انا في الصيف ما بحبش يبقى فيه فرشة على الارض، هو كده كده الجو حر والارض ما بتبقى ساقعة قوي. انما في الشتاء ما بحبش يبقى فيه حتة على الارض ما هياش مفروشة. فطبعا بقى هنا زي ما انتوا شايفين اهو سويت السرير وطلعت كده المخدات كده على الشباك وكنست الأوضة ومسحتها اهو زي ما انتوا شايفين. صلوا بقى بينا كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واللي لسه محطليش اللايك ينزل بسرعة يحطولي اللايك. طبعا اهو بقى همسح كده الأوضة كلها. طبعا بعد ما كنستها هي كده كده اصلا محدش بيدخلها يعني كتير وكده، لان الأوضة دي بالذات في جنب لوحدها عن البيت. انا عايزه اقولكم ان الاوضه ديت كانت منظره، وكان الباب بتاعها من على السلم من عند البوابه، يعني كانت منعزله يعني كانت منعزله خالص عن البيت، انتوا فاهمين. ف طبعا كان اخويا هو اللي كان واخدها وكده، لان هي كانت منعزله عن البيت وكانت جنب البوابه، فهو اللي كان واخدها. فطبعا هو ما عادش لسه له اصلا غير شهرين اهوت ويتجوز بقى. فطبعا بقى انا اخدتها بقالي شويه، يعني بقالي يجي سنه ونص او سنتين اهو، وهو بقى اخد اوضه تانية، وطبعا هو اصلا مش مقيم عندنا هنا بقى وكلام من ده، فانا اخدتها. فالاوضه دي اساسها اصلا كانت منظره وكان ليها باب كده من بره، والاوضه دي كانت عايزه اقول لكم ان كانت واطيه جدا 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 عن علو البيت، يعني اخدت معانا مجهود كبير قوي 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 يعني لحد ما ظبطناها ودخلناها كده في البيت. بس الأوضة دي بقى بالذات عندي حياتي وروحي وقلبي وكل حاجة الأوضة دي بقى اللي بعرف انام فيها بقى بجد. طبعا بقى يا جماعة بعد بقى ما خلصت كده التنظيف بقى وكده وسويت السرير وسويت كده الفرشة، كان في شوية هدوم كده على حبل. اخويا طبعا بقى جاي لنا بقى وكده اليومين دول يقضي معانا العيد، فانا كنت غسله له الهدوم بتاعته، فانا هطبقها بقى وهسويها له كده، وشويه الهدوم دول هطبقهم. صلوا بقى بينا كده على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واللي لسه محطليش اللايك ينزل بسرعه يحطلي اللايك. هطبق شويه الهدوم وهجيب بقى الفرشه اللي هي على الشباك ديت هرجع احطها تاني على السرير، واسيب برضو الارضيه بتاعه الاوضه زي ما هي، مش عايزه افرشها، انا كده كده كنستها ومسحتها وهي نظيفه.
هنا خلاص بقى يا جماعة، كنت خلصت تطبيق هدوم، هحطهم بقى في السبت، وهشيل بقى اللي على الشباك دوت عشان اقفل بقى. عايزه لكم ان الكهرباء كانت قطعت بقى في الوقت ده. فطبعا بقى يا جماعة، وده بقى كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم.